يعني تقييم ديال الاداء ديال اللاعبين المغربيين اللي كانوا في الماتش، من جهه نصير المزراوي ومن جهه اخرى ابراهيم دياس. Le micro-trottoir. مرة أخرى ريال مدريد في نهائي آخر. طبعا وكالعادة كان المقابلة ديال النصف كانت مقابلة شد الأعصاب، وكالعادة ريال مدريد الدقائق الأخيرة دائما كتكون حاسمة. ريال مدريد كتبرز والقدرة ديالها على حسم اللقاء في الدقائق الأخيرة. ريال مدريد فرقة قوية واللعابة كتعرف كوبا دوروبا وكتعرف كابلو وكتعرف كلشي، واخا كتسجل عليها كترجع لك المقابلة دغيا ممكن تسميت. ما درنا نقولش به، ما كتلعب انتخاب تامة. المهم كيف ما كانت بدات المباراة كنت كنتوقع باللي مدريد تخرج 1-1 يخرجوا اشواط اضافية، ولكن في الاخر بايرن ماركات الجون وبقات مابقاتش الوقت بزاف. كنت كنظن باللي مدريد صافي اصدر، وفي الاخر ماركاو الجون في الدقيقة الاخرى. حنا من الاول عرفنا بان المباراة تكون صعيبة، لان بايرن فرقة كبيرة وكتلعب مزيان حتى هي، ولكن مدريد عندها واحد الشخصية كبيرة اكثر من جميع الفرق. وركزوا المستمعين الكرام على المدريد اكثر من اللعابه ديال المدريد. بحال اليوم اعياد ميلاد، ذكريات، انجازات غادي نعيشوها مع هشام بوشعيب. بحال اليوم 9 ماي 1968 تزادت العداءة الفرنسية ماري جوزي بيريك 55 سنة، والتي تعتبر من أبرز العداءات على الصعيد العالمي في السباقات القصيرة 100 متر 200 متر وكذلك 400 متر مستوية و400 متر حواجز. ميدالية ذهبية في الألعاب الفرنكوفونية 1989 بمدينة الرباط في سباق 200 متر. بطلة العالم طوكيو 1991 في سباق 400 متر. ميدالية ذهبية في أولمبياد برشلونة 1992 سباق 400 متر، وجوج ميداليات ذهبية في أولمبياد أتلانتا سباقي 200 متر و400 متر. وبحال اليوم 9 ماي 1957 تزاد المدافع الإيطالي فولفيو كولوفاتي 66 سنة، جاور كل من لاسي ميلون، لانتر ميلو، اودينيزي، لايستروم، وختم المسار ديالو في نادي جينوا. لعب 404 الماتشات، سجل 10 ديال الاهداف، فاز بلقب الدوري الايطالي مع لاسي ميلو 1979، كما فاز بلقب كاس ايطاليا مرة واحدة في موسم 1977 مع لاسي ميلو. مع المنتخب الايطالي كولوفاتي شارك في نهائيات كاس العالم جوج المرات، 1982 باسبانيا و1986 بالمكسيك، وكان من صناع الفوز بلقب كاس العالم اسبانيا 1982 ضد المنتخب الالماني، والنتيجه 3-1. الاهداف اللي كانت من توقيع كل من باولو روسي، تارديلي والتو بيلي بالنسبه للايطاليين، فيما الهدف الوحيد الالمان سجلوا بول بريتنر. وبحال اليوم 9 ماي 1987 تزاد المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو 36 سنه، لعب مع كل من ستراسبورغ، لوريون، البي جي، سيفيا، اتلتيكو دو مدريد، فالونس. لعب 704 الماتشات، سجل 236 هدف. بطل الدوري الفرنسي مع البي جي 2013، بطل الدوري الاوروبي 4 ديال المرات 2014 2015 2016 مع سيفيا و2018 مع نادي اتلتيكو دو مدريد، كما فاز بلقب كاس ملك اسبانيا مع نادي فالونس موسم 2019. مع المنتخب الفرنسي كيفن غاميرو لعب 13 ماتش، سجل 3 اهداف، وفاز مع المنتخب الفرنسي لاقل من 20 سنه بدوري تولون وهداف الدوره ب5 ديال الاهداف. وبورتري اليوم ديال المدرب فاز بالشامبيونز ليغ مع انديه مختلفه منها البايرن والريال. واذا كنا كنتكلموا على عامل مشترك بين البايرن والريال غنقول لكم يوب هانكس بطل العالم كلاعب ومدرب كبير. من بعد ذلك محمد بوتوزاس.